بيبدأ الفيلم سنة 1983 لما بتيجي أشعة من الفضاء بتضرب كوكب الأرض وبتخلي إن في شوية من البشر الموجودين بيبقى عندهم قوة خارقة، وده لأنها بتسبب لهم خلل في بعض جيناتهم. في الوقت ده بقى الناس اللي بقى عندهم قوة خارقة دول بقوا بيدمروا في كل حاجة واتعرفوا باسم العصمون، وبسبب الحاجات اللي حصلت دي مات كتير من الناس، وكان من ضمن الناس دي 2 علماء، وبنتهم قررت إنها تنتقم من الأشرار اللي كانوا السبب في موت أهلها. بيتنقل المشهد بقى لمدرسة إيميلي، واللي هي نفس البنت اللي مات أبوها وأمها بسبب القسيمون، وبتكون البنت دي ذكية جدا، لكن للأسف ده بيخليها تتعرض للتنمر من باقي زمايلها. ولما بيجي شوية من الطلاب يضايقوا إيميلي ويضربوها، هنا بقى بتظهر ليديا واللي بتدافع في الوقت ده عن إيميلي، وبتضرب الولد اللي عامل فيها زعيم عصابة عليهم، وبتقول له إنه آخره يتحط في صندوق الزبالة اللي وراه ده. وطبعا بعد الموقف ده بتروح إيميلي وليديا يقعدوا سوا على المرجحة وبيبدأوا يتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض. وبتقول ليديا إنها لو كانت من الناس اللي عندهم قوة خارقة كانت زمانها مخلصة الدنيا من المجانين دول ومن شرهم، وكانت منعت كل الكوارث اللي بتحصل دي. فبترد إيميلي إن باباها ومامتها كانوا علماء شطار وكانوا نفسهم يطلعوا من كل البشر دول أبطال خارقين، وده علشان ينفعوا البشرية، وإنها قررت إنها لما هتكبر هتكمل مشروع أهلها. وبعدها بيقوموا سوا وبتبدأ علاقة صداقتهم، وبيبان قد إيه حبوا بعض لدرجة إن إيميلي بتعمل إسورة لليديا وبتقول لها إن طول ما هما لابسينها هيفضلوا صحاب العمر كله. وبعدها بتعدي الأيام وبيكبروا سوا لحد ما بيوصلوا الوقت اللي هيقدموا فيه للكلية، وبتكون إيميلي بتذاكر كتير علشان تعرف تدخل الكلية وتحقق حلم أهلها وإنها تكمل المشروع اللي بدأوا فيه. وفي الوقت ده بترد ليديا وبتقول لها إن كده ما ينفعش، وإنها لازم تنام شوية على الأقل عشان تعرف تصحى وتروح الامتحان، وكمان علشان ما تبقاش مرهقة وتكون مركزة. وبتوعدها إنها تصحيها بنفسها، وفعلا بتسمع إيلي الكلام وبتنام. لكن للأسف ليديا مش بتصحى، واللي بيحصل إن إيمي هي اللي بتصحى متأخر وبتقعد تزعق لليديا اللي كانت نايمة وصحيت على صوتها. وبتقول إيميلي لليديا إنها عايزة تخرج من المكان اللي هم فيه وإنها عايزة تبقى حد مميز وشاطر. فبترد ليديا إنها تقصد إنها مش مميزة يعني ولا إيه، وإنها هي اللي هتبقى السبب في فشلها. وبتتعصب وبتقطع الأسورة اللي كانت إيميلي عاملاها لها، وبتقول لها إنها في يوم من الأيام هتبقى رئيسة أو وزيرة أو أي حاجة كبيرة في المجتمع، وبتسيبها وبتمشي. بتعدي بعد كده السنين سنة ورا سنة لحد ما بيعدي 10 سنين، وبنشوف ليديا واللي بتكون الرئيسة بس في مكان خردة العربيات. ولما بتخلص وبتيجي خارجة بتلاقي واحدة من اللي عندهم قوة خارقة، وبتكون بتطلع من إيديها أشعة ليزر، والشرطة بتكون بتجري وراها بس بتعرف تفلت منه. وبينتهي المشهد بقى عند مطعم لواحد اسمه فرانك، ولما بتوصل ليديا وبتقعد معاه بيبدأ يسألها عن إيمي، وهل يا ترى هتيجي حفلة المدرسة اللي الطلاب عاملينها ولا إيه، علشان يتجمعوا تاني بعد كل الفترة دي. فبترد ليديا إنها ما كلمتش إيميلي ولا اتواصلت معاها من زمان. فبيقول لها فرانك إنها لازم تكلمها وتقول لها تيجي. ولما بتتأثر ليديا من الكلام بتقرر إنها هتقوم وتسيبه، وبتقول له إنها هتفكر وتشوف هتعمل إيه. وفعلا لما بتروح ليديا بتقرر إنها تبعت رسالة لإيميلي وبتقول لها فيها إنها تيجي حفلة المدرسة علشان يشوفوا بعض. وبعد شوية بترد إيميلي عليها وبتقول لها إنها مبسوطة إنها كلمتها وعزمتها. وتاني يوم بقى في الحفلة بتروح ليديا وبتفضل مستنية إيميلي، وبيشتغل على التلفزيون في الوقت ده لقاء صحفي لواحد اسمه ذا كينج، واللي بنعرف إنه مرشح للرئاسة وبيكون الكل بيحبه جدا. وبيقول إن البنت ليزا اللي كانت بتطلع أشعة من إيديها دي وليديا شافتها حاولت تقتله النهارده، بس ربنا كتب له عمر جديد. بتقلق ليديا على إيميلي وبتقرر إنها تروح الشركة بتاعت إيميلي وتجيبها للحفلة بنفسها. وفعلا بتوصل ليديا وبتكون متفاجئة من الشركة وحجمها، وإن إيميلي فعلا وصلت للشيء اللي كانت بتتمناه، وإنها بقت عالمة كبيرة جدا وليها شركة معروفة على مستوى العالم. ولما بتدخل ليديا بتعرف إن إيميلي شافتها في الكاميرات ومستنياها، فبتطلع للمكتب بتاعها وبتكون متوترة جدا. وبعد شوية وقت بتدخل إيميلي عليها وبيسلموا على بعض، وبتعتذر إيميلي إنها ما عرفتش تيجي الحفلة لأنها نسيت واتلبخت في الشغل لأنه كان كتير جدا. ومن توتر ليديا بتقبل عصير على لبس إيميلي وبتقعد تعتذر كتير عن اللي عملته، لكن إيميلي بتقول لها ولا يهمك، وبتطلب منها تستنى لحد ما تروح تغير هدومها. وبتطلع من المكتب وبتطلب من المساعد بتاعها يخلي عيونه على ليديا، لكن لما بيدخل المساعد لليديا بتقول له يروح يجيب لها عصير بدل الكب. وفعلا بيمشي المساعد من هنا، وبتبدأ ليديا تستكشف المكان وبتلمس كل حاجة فيه سواء فاهمة فيها أو لا، لحد ما بتقعد على كرسي غريب، وفجأة بيبدأ الكرسي يكتفها وبيغرس سنون إبر في وشها، وبيحصل إنذار بيجي عليه الشركة كلها ومعاهم إيميلي اللي بتكون مش مصدقة اللي بيحصل. وفجأة بيغمى على ليديا، ولما بتفوق بتقول لها إيميلي إنها ضيعت كل تعب السنين اللي هي عملته، لأن الجهاز ده كان هيبقى السبب في إنها تجيب حق أهلها.
معاها، لكن بغبائها هي ضيعت كل حاجه. وبعدها بتبدا تفهمها ان الجهاز ده هي اخترعته علشان يعمل لها قوه خارقه، لكن ليديا خدت قوه وتفضل قوه تانية بس وهتاخدها ايميلي. القوه اللي خدتها ليديا بقى هي القوه البدنيه، وانها يبقى عندها عضلات بقى وتشيل عربيات وكده. لكن قوه ايميلي هي قوه الاختفاء، وكل واحد فيهم بقى بيبداوا يتمرنوا علشان يعززوا القوه دي. وبعد كده بتقرر ايميلي انها من بكره هيبداوا في تدريب ليديا علشان القوه البدنيه تتطور ويشوفوا مستواها ايه، وبياخدوها على الاوضه اللي هتقعد فيها وبيعرفوها على انها هتصحى بعد كده من 5 الصبح، وده لمده 33 يوم علشان يبداوا الاختبارات. تاني يوم بقى واللي بيكون اول اختبار لليديا، واللي هو انها تمسك فاس علشان يعرفوا مقدار القوه اللي بتتمتع بيها. بس اللي بيحصل بقى انهم بيلاقوها خايبه خالص، وبتقول لهم ليديا انها تعبت ومش عايزه تكمل وانها عايزه ترجع بيتها تاني. لكن بتفهمها ايميلي ان ده مستحيل يحصل، لانها لو مكملتش التدريبات جسمها كله هيتفجر في لحظه بسبب انها خدت اول جرعه. فبتقرر ليديا انها هتكمل معاهم، وبتقعد لمده 33 يوم تعمل تمرينات مكثفه وتتحقن كل يوم في وشها، وده لحد ما بتوصل انها تقدر ترمي كره حديد وزنها كبير لكنها كره تنس عادي جدا. ولما بنوصل لاخر يوم بنشوف ايميلي بتاخد حبايه، ولما بتسالها ليديا بتقول لها ان الحبايه هي الجرعه بتاعتها. فبتتضايق ليديا لان هي بتتحقن وايميلي بتاخد حبوب عادي جدا. وبعد ما بيتاكدوا ان الاتنين قوتهم اكتملت بيلبسوا البدل بتاعتهم وبيسموا نفسهم الثنائي، وبنشوف ان معاهم بنت ايميلي كمان واللي بتكون بتساعدهم. وبعد كده بتساعد ايميلي وليديا علشان يركبوا العربيه ويروحوا لاول مهمه يعملوها سوا وهم ابطال خارقين. بيوصلوا ليديا وايميلي بقى للمكان وبتختفي ايميلي، وبتدخل ليديا وايميلي المختفيه وبيكون الشرير واحد اسمه السلطعون، وبتقف ليديا قصاده وبيبداوا يتخانقوا. بس فجاه كده بينسوا هما مين وبيفضلوا يتكلموا ليديا والسلطعون سوا، وبتبدا قصه حب. بس بتظهر ايميلي وبيقول لهم السلطعون انه هيمشي من المكان احسن، وبتنتشر الاخبار عن ليديا وايميلي وانهم ابطال خارقين وهيخلصوا البلد من كل الاشرار اللي فيها. تاني يوم بقى بتكون ليديا وايميلي سوا في الشركه، وفجاه بيتكسر الباب وبتدخل ليزا البنت الشريره اللي بتطلع ليزر من ايديها، وبيدخل وراها ذا كينج، وبنعرف انه حاميها حراميها زي ما بيقولوا يعني، وان هو اللي بشكل كل القاسمين دول وهو رئيسهم كمان. وبيبدا يتكلم مع ليديا وايميلي انه عايزها معاه ومش عايز يكسب عداوتهم، بالعكس ده مش وقته خالص، وانه عايز يبقى رئيس على المدينه كلها، وده لا اما هيحصل لا اما هيقتلهم. لكن ليديا بتقف قصاده وبتقول له انها مش خايفه منه ولا ينامها اصلا، وبتقول له اعلى ما في خيلك اركبه وما تقرفناش. فبيقرر انه يمشي وبيقول لهم بس برضه مصير الحي يتلاقى وهو اللي هيكسب في الاخر. بعد كده بقى بينتهي المشهد في لقاء صحفي لايميلي وليديا، وبيكون معاهم المرشحه التانيه ضد ذا كينج. وفي نفس الوقت في قصر ذا كينج بيكون بيتفرج على التلفزيون وبيشوف اللقاء الصحفي وبيتعصب جدا، فبيخبط تمثال برجله وبتتكسر راس التمثال، فبيموت واحد من رجالته بالغلط. وبنعرف وقتها ان ذا كينج مش بس رئيسهم، لا ده كمان من الاشرار الخارقين، والقوه اللي عنده هي القوه البدنيه زي ليديا. وبعد ما بيشيل جثه الراجل بيقرر ذا كينج انه يعمل لقاء صحفي زيهم، لكن بيقول فيه انه مش زعلان انه خسر الانتخابات قصاد المرشحه التانيه، بالعكس هو يحب انه يهنيها، علشان كده عامل لها حفله صغيره بمناسبه الفوز بتاعها. بينتهي المشهد بقى بعد كده في مطعم فرانك، وبنعرف ان المطعم بتاعه اتشهر جدا، وده بعد ما ليديا وايميلي بقوا ابطال خارقين والكل عارف عنهم والجو بقى امان شويه. وبعد ما ليديا وايميلي بقوا ابطال خارقين والكل عارف عنهم والجو بقى امان شويه، بيكونوا قاعدين كلهم سوا مع سكرتيرة ايميلي، وبتستاذن السكرتيره انها تروح الحمام. وبمجرد ما بتمشي السكرتيره بتدخل ليزا وهي بتوجه ناحيتهم اشعه ليزر جامده جدا، فبتاخد ليديا ايميلي بسرعه وبتخبيها وبتقف قصاد ليزا وبيتخانقوا شويه. وبعدها بتجري ليزا بسرعه عشان تركب عربيتها وبتمشي، لكن في الوقت ده بتكون ليديا متعصبه جدا من اللي حصل، فبتشيل عربيه كبيره عشان تحدفها على ليزا، وبتحاول ايميلي تمنعها وبتقول لها انها كده هتعرض الناس للخطر. لكن ليديا مش بتبقى سامعه ولا شايفه اي حاجه وبترمي العربيه، لكن للاسف العربيه بتعدي ليزا والمدينه كلها كمان من قوه ليديا. وبتبدا ايميلي تزعق مع ليديا ان اللي هي عملته ده غلط جدا، وانها كانت بتهد كل اللي قعدت سنين تبني فيه، وانها بقت زيهم مش بتحمي الناس، بالعكس هتبقى سبب في اذيتهم، وان المفروض ان القوتين كانوا يبقى ليها هي وحدها. بتزعل ليديا من كلام ايميلي بس بتقول لها انت صح وطول عمرك كنت صح وانا اللي كنت غلط، وبتسيبها وبتمشي. وعندي ايميلي بقى بترجع بيتها وبتروح تقعد مع بنتها شويه، ولما بنتها بتسالها مالك بترد انها اتخانقت مع ليديا وانهم زعلانين سوا، فبتقول لها بنتها انها عارفه كل حاجه لان ليديا بتكلمها وبتحكي لها على طول. بتبص ايميلي لبنتها وبتبدا تتكلم وبتقول لها انها ضيعت سنين عمرها كله في المشروع ده، وده علشان خاطر ابوها وامها، وانها نفسها تحقق حلمهم، وانها نسيت خالص انها تقضي وقت كبير معاها، وان المفروض زي ما اهتمت بشغلها كان المفروض برضه تهتم ببنتها. وبتكون ايميلي بتتكلم كده بسبب كلام ليديا معاها وانها مأهمله في علاقتها مع بنتها، لكن بنت ايميلي بترد وبتقول لها انها عمرها ما زعلت منها، بالعكس هي عارفه كويس جدا ظروف شغلها، وكمان بتتمنى ان مامتها تبقى السبب في الاشرار انهم ينقرضوا وان الدنيا ترجع امان تاني. بعد كده بتطلب من
من امها انها تصالح ليديا، فبترد ايميلي انها بتتمنى بس تعرف مكانها علشان تصالحها. نروح بقى عند ليديا واللي بتكون قاعده في مطعم مع السلطعون، وبنعرف انهم حبوا بعض جدا يوم ما اتقابلوا وحسوا ان في حاجات كتير مشتركه بينهم، وبيقول لها ان عمره ما كان وحش وهي بتصدقه. وبعد شويه بتتقابل ليديا مع ايميلي وبيعتذروا لبعض عن اللي حصل، وبتقول ليديا انها غلطت وان المفروض تتحكم في عصبيتها اكتر من كده، وايميلي بتقول لها انها برضو كان المفروض تكلمها اهدى من كده. بعدها بقى بتفتكر ليديا وبتقول لايميلي ان الحفله اللي ذا كينج كان عاملها كانت علشان يفكر كل اللي ما انتخبوش، مش عشان يعني حد ولا كل الهبل ده. ولما بتسالها ايميلي عرفت منين وبتعرف ان السلطعون اللي قال لها، بتقول لها انت ازاي تعملي حاجه زي كده. فبتفضل ليديا تشرح لها قد ايه هو شخص طيب مش شرير زي ما انت مفكره ولا حاجه. بعدها بقى بيروحوا الاتنين اوضه الاجتماعات مع السكرتيره وبنت ايميلي علشان يشوفوا هيعملوا ايه، وبيتفقوا على الخطه، وهي ان ليديا هتقف قصاد الباب على اساس انها بودي جارد، وان ايميلي هتحاول تدخل جوه وتعرف مكان القنبله، وبيستنوا الاشاره من سكرتيره ايميلي علشان تدخل. وعند السكرتيره بتطلب من بنت ايميلي كوبايه ميه، ولما بتقوم علشان تجيبها لها بتكلم السكرتيره ليزا، وبنعرف ان السكرتيره خاينه لانها بتقول لليزا مكانهم وانها تفكرهم بقى علشان نخلص منهم. لكن في الوقت ده بتسمع بنت ايميلي كل حاجه وبتضرب السكرتيره وبتتصل بمامتها علشان تعرفها، وده بيكون في نفس الوقت اللي بتتفجر فيه القنبله. لكن بيلحقوا نفسهم في اخر لحظه وبتتواجه ليزا وليديا، ومره واحده بتحدف ليديا صندوق الزباله على ليزا وبيغمى عليها، وبتقرر بنت ايميلي انها تروح عشان تساعدهم علشان ما يبقوش لوحدهم في الخطر ده. وعند ليزا بقى بتفوق وبتكلم ذا كينج وبتعرف كل حاجه، فبيقول لها ذا كينج انه هيروح في مكان القنبله ويستناهم، وفعلا ده اللي بيحصل. واول ما بيوصلوا بيشوفوه بيقول ذا كينج انه لازم يظهر قوته، وبتدخل وبتتفاجئ ليديا انه عنده قوه خارقه، فبتزعق للسلطعون ازاي ما يقولهاش حاجه مهمه قوي كده، فبيقول لها نسيت والله خليها عليك المره دي. وبيبدا الخناق بين ذا كينج وليديا، وفي نفس الوقت بتكون ايميلي بتتخانق مع ليزا، وبتكون ليزا خلاص هتقتل ايميلي، لكن فجاه بتظهر بنت ايميلي وبتدافع عن مامتها، وبتلاقيها عندها هي كمان قوه خارقه واللي هي السرعه. وعند ذا كينج بيوقع ليديا وبيكون هيموتها، لكن بيجي السلطعون فجاه وبيدافع عنها، فذا كينج بيكسر له ايده الاتنين. وبتيجي في الوقت ده ايميلي وبنتها وبتقوم ليديا تساعدهم، وبيهدفوه خارج المدينه كلها، وبيسالوا السلطعون بسرعه عن مكان القنبله، فبيشاور لهم عليها وانها في اخر الاوضه اللي هم فيها. لكن للاسف بتكون القنبله على وشك الانفجار ومحدش فيهم هيعرف يبطل مفعولها. فبتقول بنت ايميلي لامها انها هتاخد القنبله وتجري بيها بره المدينه، لكن امها بترفض وبتقول انها مستحيل تجازف بحاجه زي دي وانها مش عايزه تخسرها. ولما بيبصوا وراهم بيتفاجئوا بليديا شايله القنبله وبتقول لهم انها بتحبهم هما الاتنين، علشان كده مش هتسمح لاي واحده فيهم انها تتاذي، وبتجري مره واحده وبتهدف نفسها في الميه مع القنبله وبتنفجر بيها. بعدها بقى بتتصل ايميلي بالاسعاف وبيطلعوا ليديا، وبتقعد ايميلي تعيط جنبها، وبتعتذر ليديا ليها على كل حاجه حصلت زمان، وانها ما كانتش تتمنى تكلمها وهي ميته قصادها كده. لكن فجاه بتقوم ليديا وبتكون ما ماتتش الحمد لله، والكل بيقعد يسقف وبيشجعهم وبيكون الكل فرحان. وبعد مرور فتره بنشوف ليديا والسلطعون وبنعرف ان هم هيتجوزوا، وهنا بيخلص فيلمنا. اشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.